هذا الملعب يولي يدخلهم العجب. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير. الامر يتعلق بملعب فاس الجديد وكذلك ملعب الرباط. في وقت احنا هنا ما زالت الناس ما على بلاش وين تلعب، ما عندهاش ملاعب. نضربوا على شكون يقعد في الجنوب او في المدرج الجنوبي في ملعب 5 جوية منعرج، شكون يقعد في المدرج او المنعرج الشمالي. المغرب شقيقنا وجارنا العزيز يبني في الملاعب وراه يتطور من عام الى عام ويريد ان يصل ويصنع ملاعب تنافس الملاعب العالميه. البطاقه الحمراء اليوم لن اشهرها، حشمت استحيت اني نشهر البطاقه الحمراء، لانه البطاقه الحمراء التي سنتحدث عنها في هذه السهرة تتعلق بملعب الرباط الجديد بالمغرب وكذلك ملعب فاس العالمي إلى مستوى الدول الأوروبية. هذا هو الهدف، والهدف هذا يأتي بعد المركز والنادي تاع الفريق وبعد الملاعب الجوارية اللي عندهم. تصوروا أين وصلوا اليوم، شاهدوا والله نغيروا برك احنا ما راناش نحسدوا، ولكن يا ريت الدولة الجزائرية تعاند المغرب فقط، دير على الأقل تعاند في مراكز في ملاعب، يكون عنده ملعب خاص به ماشي الدولة تبنيه كما دارت ليون في فرنسا. باريس سان جيرمان وما عندهمش ملعب تاعهم، راح يبنيوا واحد، راح يديروا ملعب وعطاو التوقيت وقتاش يخلص. قبل ما نروحوا اعطينا صور الملعب هذا اللي راح يكون ل 42,000 متفرج مع إمكانية إضافة هاو الملعب في اونتروا دي. هذا الملعب الرائع لهذا الملعب الجديد بقيادة رئيس الجامعة المغربية فوزي لكجع، أحد أساطير المنتخب المغربي. الهدف تاعو الأول قال لهم أننا نبنيو هذا الصرح، هذا الملعب، قال لهم هذا هو لوبجيكتيف تاعي نيميرو 1 باش يولي عندنا ملعب خاص. شوفوا الناس كيفاش راهي تتطور، كيفاش راهي تعمل، كيفاش راهي تخمم على بلادها، لأنه هذا عمل لصالح الوطن أيضا. لما يولي عندك ملعب بحجم هذا الملعب الرائع اللي تم تصميمه هكذا اون 3 دي، لكن راح تشاهدوه بعد مدة زمنية محددة. اللي خلينا نكملوا نشوفوا الملعب هذا اللي راح تشوفوه بعد مدة زمنية محددة. لي فيستير الداخل كيفاش راح يكونوا، لاصال دو سبور، لي صال مش لاصال، قاعات تاع تقوية العضلات. 42,400 يرفد هذا الملعب. بلا ما نحكيو على الامور اللي كاين لي تيران دو بروكسيميتي اللي كاين تما، المرافق، فندق، كاين امور كثيره. بملعب الرباط الجديد بالمغرب وكيفاش الناس راهي تتطور، وحنا ماذا بينا على الاقل نحاولوا كيفاش ناخذوا ولو 10% من هاد الناس اللي راهم ماهمش بعاد علينا. وماهوش عيب اننا نديروا توأمه، نديروا على الاقل كوبي كولي، ما نتفلسفوش يا سيدي، نديروا كيما راهم يديروا، نحاولوا كيفاش نديروا كل واش شفناه في 3 دي يكون جاهز. اذا عندك صور بدايه الحفر خلينا نشوفوها. نعم، بدايه حفر بداو لي زونجا يخدموا من اللحظه اللي عنوا فيها على هذا الملعب الرائع. علي بن شيخ، امور مثل هذه نتمنى نكونوا عايشين ونشوفوها في نوادينا الجزائريه، لما لا؟ ان شاء الله هذا واش نتمنى. على كل حال انا كي نشوف هكذا تغيدني عمري، والله سانسيرمون غير تغيدني عمري. الناس وين ملاحقين. الملعب ما عندي ما نقول واش المشروع هذا مشروع روعه، ولكن هذا حتى شاور لي سيبورتور، جاو ليه لي سيبورتور قالوا له ما ديرش المشروع هذا ماهوش مليح وكذا، خاف وكذا. احنا لو كان دير مشروع هكذا يجيو لي سيبورتور يدخروهم، زعما ما فهمت انت؟ هما لهم يحكموا في الفوتبول، كيفاش تحب يمشي احنا الفوتبول؟ ماشي كاع لي سيبورتور حاشا، مي توجور اون بارتي اللي راهي تحكم في البالون. شوف الناس وين لحقت يا اخي، ماشي كاع نقولوا لونجلترا عندهم تقاليد فوتبول صح، عندهم اكثر من قرن، ولا ما يعرف، ولا السعوديه عندهم الاموال، ولا ستاد ديالهم كلوب بيان اورغانيزي. علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟ قلت لك هما ممكن مارسي ما عندهمش واش عندهم هادو، صح. الله ما تزيدش تمثل بهاد، تمثلوش بهم. شوف ذاك الملعب هما يشوفوه لبعيد، هذا الملعب يولي يدخلهم العجب
باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا فندق كاين اوتيل فيه كلش العجب. ولوبجيكتيف تاعها ما قلتها انت بيان، ولا ما داوش كوب دي موند في هادو ما يديوها في هذا الملعب بهذا الملعب، ولا ما داوهاش في هاد العوام اللي كاين يديوها بهذا الملعب. هم الاوبجيكتيف تاع توجور نروح بعيد نحوس وين نافونسي. احنا مازال دبزه على لي سيبورتر، واحد يقول له نقعد منا والاخر يقعد منا. رانا بعاد لا حتى ما النوادي راناش ماشي بعد ما لا راناش. حتى التسيير تاع النوادي ايضا ما نحصلوش غير على لي سيبورتور. عطيت مثال فقط تعبنا منا، مي حتى لي بريزيدون كلوب تاعنا التسيير تاع كره القدم لازم له ثوره. محمد قاسي سعيد ان بريزيدون كيجيب لك دي جوار اللي ما يلعبوش كامل، ما يلعبوش، وواحد يحوس غير على الاربيتراج كيفاش باش يعاونني باش نربح الماتش. الناس راي في عالم وحنا رانا في عالم مش يحدث في القسم الثاني من تلاعبات، يعني حاجه ما يعني في بلاصتها. السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي متابعينا على قناتنا على اليوتيوب. دايما ثمرة الجهد وثمرة العرق وثمرة التعب والخطط الاستراتيجية اللي بيعملها المغرب عشان يستعد ليه كان 2025 أو بطولة كأس العالم 2030. دايما الإعلام الجزائري بيشكك في قدرة المغرب على استضافة كان 2025، ودايما بيتكلم في مواضيع خاصة بملاعب كرة القدم. لكن أنا بقول لكم بأن المغرب والحاجة الكويسة اللي فيه، فإحنا بنتكلم في أن اللجنة المنظمة لكأس أفريقيا اللي هتستضيفها المغرب اختارت 9 ملاعب في 6 مدن مختلفة لاستضافة نهائيات بطولة كأس أفريقيا في ديسمبر المقبل. الإعلام الجزائري بيقارن بين ملعب نيلسون مانديلا اللي يعتبر أكبر ملعب في الجزائر وملاعب المغرب. هنشوف القصة ماشية ازاي في المغرب وايه الملاعب اللي المغرب هتعملها عشان تعرفوا بان المغرب قادرة على تنظيم كأس العالم لوحدها، مش كأس افريقيا او كأس العالم بالمشاركة مع اسبانيا والبرتغال. اللجنة المنظمة لكأس افريقيا في المغرب اختارت 4 ملاعب في الرباط في العاصمة، وهيقام في الملعب المركب الرياضي في الأمير مولاي عبد الله اللي بيسع لأكثر من 70,000 مشجع. هيستضيف المباراة الافتتاحية ونصف النهائي إلى جانب الملعب المجدد في طنجة. احنا عارفين في ملعب في مدينة طنجة تم تجديده، وملعب محمد الخامس في الدار البيضاء هيستضيف المباراة النهائية لما أقيمت البطولة دي قبل كده سنة 1988. لكن المقرر أن يستضيف ربع النهائي فقط هذه المرة اللي هو ملعب محمد الخامس إلى جانب ملاعب أكادير وفاس ومراكش. البطولة افريقيا اللي بيعتمد متسبي وقال تصريحات مهمة جدا رئيس الكاف ان المغرب قادرة على استضافة واستيعاب اي عدد من المنتخبات، وانه على يقين بان المغرب تقدر تنظم كان او بطولة افريقيا يتحاكى عنها الجميع. البطولة بتضم 24 فريق، هيكون في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026. المغرب المشارك في كأس العالم مع اسبانيا والبرتغال واخد بطولة الافريقية بطولة تحضيرية لكأس العالم، عشان كده هتشوفوا بطولة محترمة. واحنا عارفين طبعا ان التخطيط لبناء ملعب بيتسع ل115,000 مشجع في مدينة الدار البيضاء
والمفاجأة في الانتهاء من الإشغالات بتاعه، المفروض إنها تنتهي إشغالاته في 2027، لكن أنا بقول لكم على نهاية عام 2026 هيكون الملعب خلص. وده الأمل الكبير جدا للمغرب في إنه ياخد المباراة النهائية أو ياخد المباراة الافتتاحية. الحكومة المغربية بقى قالوا إن الملعب ده هيكلف 500 مليون دولار تجديد الملاعب، وده اللي شغال عليه المغرب حاليا واللجان المنظمة سواء في بطولة أفريقيا الكان أو اللجنة الخاصة بكأس العالم 2030. تجديد الملاعب في الرباط وطنجة قبل كأس الأفريقية، وده خلاص خلصت، تم تجديد الملاعب. والمغرب هيحدث ملاعب في أغادير وفاس ومراكش برضو، هي مدن مرشحة لاستضافة كأس العالم 2030. يبقى احنا عندنا في الرباط ملعب مولاي عبد الله هيستضيف 7 مباريات في بطولة الأمم الإفريقية، منها النصف النهائي وممكن النهائي. ملعب مولاي الحسن هيخصص ل4 مباريات. ملعب البريد 4 مباريات. الملعب الأولمبي في الرباط هيحتضن 3 مباريات. الدار البيضاء ملعب محمد الخامس، وده هيستضيف 8 مباريات، ودي هتكون مباريات الترتيب، يعني في المجموعات هنشوف الترتيب الأول والثاني والمباريات هتلعب مع بعض. هيبقى ملعب الدار البيضاء من ضمنهم. فاس ملعب فاس الكبير هياخد 4 مباريات. طنجة الكبير هيستضيف 6 مباريات، منها مباراة في نصف النهائي. مراكش ملعب مراكش الكبير هيشهد 8 مباريات، وأكثر الملاعب نشاطا في البطولة هو ملعب مراكش. أكادير هيستضيف 8 مباريات، وهيكون مسرح لمباريات مهمة جدا ملعب أكادير طبقا للجنة المنظمة. يبقى أنا قلت لكم على مجموعة المباريات، قلت لكم ازاي المغرب موزع المباريات على الملاعب عشان تعرفوا الناس دي شغالة وعارفين هما بيعملوا ايه من قبل بداية البطولة ب5 أو 6 شهور. دي خطة المغرب عشان يوفر تجربة مهمة جدا للجماهير اللي هتحضر. هيبقى في طبعا كمية جماهير كبيرة جدا جدا هتيجي تحضر تشجع منتخبات بلادها، وهيكون كل شيء متاح وعلى الرحب والسعة لكل الجماهير بكل انتماءاتها وبأي ألوانها وبأي جنسية. اللي هيجي هيستمتع، هيشوف كرة قدم بجد، هيستمتع بالإقامة ودي المهم، هيستمتع بالسياحة ودي الأهم، إن أنت تقدر تلف في المغرب وتشوف حلاوة المغرب وجمال مدن المغرب. كل الكلام ده متاح في بطولة إفريقيا. الجماهير اللي هتحضر هذه البطولة المميزة، بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هي فرصة كبيرة جدا المغرب بيستغلها عشان يوري لكل الإعلام. هاتلي بقى الإعلام كله، مصري تونسي جزائري غيره غيره غيره، حتى الإعلام الأوروبي المغرب هيوري له إن البنية التحتية الخاصة بيه المتميزة جدا جدا، واللي مخلية المغرب إلى الآن في مكانة رياضية عالمية محترمة جدا جدا جدا. كأس إفريقيا 2025 نسخة هتكون للتاريخ، ده بناء على اللي أنا بسمعه من اللجنة المنظمة في المغرب وغيره منهم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس، عندي أخبار وحصريات وكواليس. وقبل ما ننتهي هنقول لكم على الكواليس، لأن طبعا خلاص العلاوي نجم المنتخب الشباب رضا العلاوي متوسط ميدان نادي الفتح الشباب انتقل رسميا إلى نادي هال سيتي. كل التوفيق لأحبائنا في المغرب وشبابنا في المغرب
ونتمنى التوفيق لمنتخب المغرب للشباب في مباراته أمام جنوب إفريقيا، ويفوز بكأس إفريقيا المقامة في مصر. متنسوش تعملوا لايك في الفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، وحياتي إلى شعب المغرب الشقيق المحترم صاحب القلب النظيف.